نفسك تعرف ازاي تحسب سعر عربية مستعملة في سوق مستعمل ملخبط على الآخر؟ يعني في ناس عايزة تبيع عربية 2015 ماشية 160 ألف كيلو ب 900 ألف جنيه. ده احنا بقينا نشتري عربية موديل 2015 أغلى من الزيرو. طيب ازاي؟ وازاي الناس بتقبل؟ النهارده هقول لك السر الحقيقي ورا ليه سوق المستعمل في مصر بقى ملخبط بالشكل ده. وليه عربية عمرها 10 سنين بقت أغلى من عربية زيرو موديل السنة دي. وفي آخر الفيديو هديك معادلة بسيطة تحسب بيها السعر العادل لأي عربية مستعملة في أقل من دقيقتين، باستخدام جدول إهلاك ثابت، نفس الجدول الشركات والمعارض الكبيرة وشركات التأمين بيشتغلوا بيه. النهارده سوق المستعمل في مصر بقى ماشي بمنطق أنا عايز كذا، مش العربية تسوى كام. الناس بقت تقول أنا شاريها زمان غالية لازم أبيعها أغلى، العربية دي نظيفة يبقى أغلى من الزيرو، السوق مولع يبقى زود 200 ألف. والكارثة الناس بقت تقارن عربية موديل 2015 بعربية موديل 2025. العربية الجديدة فيها تكنولوجيا أحسن، أمان أعلى، شكل أحدث، استهلاك أقل، وكمان ضمان. ومع ذلك الناس عايزة تبيع عربية ماشية 160 ألف بسعر عربية زيرو داخل الضمان. بصوا يا جماعة، كل عربية ليها قيمة متبقية حسب عمرها، ومفيش حاجة اسمها عربية قيمتها بتزيد مع الزمن. الإهلاك الصح بيكون بالشكل ده. يعني العربية بعد 7 سنين المفروض قيمتها تبقى ربع قيمة عربية جديدة من نفس الفئة. وده كلام منطقي جدا لأن التكنولوجيا والسلامة مش بترجع لورا. طيب دلوقتي هقول لك ازاي تحسب السعر العادل في 6 خطوات. اول حاجه بنجيب سعر العربيه زيرو النهارده او اقرب موديل مشابه. لو العربيه موديل قديم وبطلوا يصنعوها بنشوف اقرب موديل ليها. تاني حاجه بنطبق جدول الاهلاك حسب الجدول ده واللي شرحناه من شويه. تالت حاجه بنحسب استهلاك الكيلومترات. المعدل الطبيعي للكيلومترات 20,000 كيلومتر في السنه. لو العربيه ماشيه اكتر بتخصم 3% لكل 10,000 كيلومتر زياده، ولو ماشيه اقل بتزود 3% لكل 10,000 كيلومتر ناقص. فرق كيلومترات بيساوي كيلومترات العربية ناقص الكيلومترات الطبيعية. رابع حاجة الطلب في السوق أو عامل البراند. يعني مثلا الياباني والكوري دول بيحتفظوا بقيمتهم، عربيات تانية سعرها بينزل بسرعة. لو الطلب عالي وممتاز بنزود 5%، لو الطلب عادي بنخلي السعر ثابت، لو الطلب ضعيف بنقلل 5%. خامس حاجة الحالة الفنية. العربية محتاجة صيانة قد إيه، سمكرة، دهانات، كاوتش، فلاتر، بطارية. بنجمع تكاليف الصيانة ونقسمها زي ما هي. سادس حاجة السعر النهائي، والسعر النهائي بيكون السعر بعد الإهلاك زائد فرق الكيلومترات زائد عامل الطلب في السوق، وبنطرح منهم تكلفة الإصلاحات. يلا بينا نشوف مثال عملي ونحسبها سوا. عربية موديل 2015 ماشية 160 ألف كيلومتر، سعر الزيرو الحالي أو أقرب موديل ليها 800 ألف جنيه. البراند ممتاز والحالة محتاجة شغل ب 15 ألف جنيه. الخطوة الأولانية الإهلاك. العربية عمرها 10 سنين، أكتر من 7 سنين يبقى نستخدم 25%. السعر بعد الإهلاك هيكون 800,000 في ال 25% هيساوي 200,000 جنيه. الخطوة الثانية الكيلومترات. المفروض المعدل في السنة 20,000 كيلومتر، يعني في العشر سنين هيكون 200,000 كيلومتر. 20,000 في العشرة بيساوي 200,000 كيلومتر. ده الطبيعي. دلوقتي بنحسب فرق الكيلومترات، فالكيلومتر الحالي للعربية 160,000، نطرح منه المعدل الطبيعي اللي هو 200,000 كيلومتر. فكده هيكون فرق الكيلومترات 160,000 ناقص ال 200,000 هيساوي 40,000 كيلومتر. يعني هنزود 3% لكل 10,000 كيلومتر فرق. يعني في الحالة دي هيكون 12% فرق لل 40,000 كيلومتر. وبكده يكون فرق الكيلومترات ال 200,000 ل 12% هيساوي 24,000 جنيه. وهيكون السعر بعد زيادة الكيلومتر 200,000 زائد ال 24 هيساوي 224,000 جنيه. الخطوة الثالثة الطلب في السوق أو قوة البراند. هنا البراند ممتاز هنزود 5%، يعني هيكون 200,000 ال 5% هيساوي 10,000. كده يكون السعر 224,000 زائد 10,000 هيساوي 234,000 جنيه. الخطوة الرابعة الحالة. بنقسم 15,000 جنيه إصلاحات. السعر النهائي هيكون 234,000 ناقص ال 15,000، فالسعر العادل هيكون 219,000 جنيه. يعني العربية المعروضة في السوق ب 800 و 900,000 سعرها العادل الحقيقي حوالي 219,000 بس. وده اللي أنا بقوله دايما، السوق مش هيظبط غير لما كل واحد فينا يعرف يحسب ويعرف ياخد قرار. لو عايز تحسب سعر أي عربية مستعملة اتبع الخطوات اللي شرحناها وهتعرف تحسب سعر أي عربية. ولو احتجتوا أي مساعدة في التسعير اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك. كان معاكم محمد خليفة. لو استفدت متنساش تعمل لايك وسبسكرايب واستناني في فيديوهات تانية هتغير طريقة تفكيرك في أي عربية تفكر تشتريها. سلام.